هتكلم معاكم عن فيوليت جيسون، أكتر امرأة محظوظة في العالم، وسميت بملكة الجمال اللي مستحيل تغرق حتى لو في المحيط. ازاي الكلام ده بقى؟ أهلا بكم في برنامج كلام موزون. ولدت فيوليت جيسون عام 1887 في الأرجنتين. كان والدها بيشتغل راعي أغنام، كانت أمها بقى كل لما تخلف يموت طفلها لحد ما خلفت فيوليت. وبعد ولادتها تعبت فيوليت جدا وجالها السل، وكل الدكاترة قالوا إنها هتموت ومفيش قدامها غير شوية أيام بسيطة وهتموت، بس هي خفت وبقت كويسة. وبعدها أمها جابت 5 عيال وعاشوا، وبعد فترة مات والدها وسافروا إلى إنجلترا، واشتغلت أمهم مضيفة في باخرة، و4 بقى من إخواتها اتحطوا في ملجأ. أما فيوليت هي وأختها الصغيرة أصغر واحدة في إخواتها اتحطوا في دير عشان يكملوا علمهم. وبعد كده تعبت أمهم. في الوقت ده كان عند فيوليت 21 سنة، فاضطرت إنها تبدأ تدور على شغل عشان تصرف على أسرتها، وقررت إنها تشتغل مضيفة على باخرة زي ما كانت أمها بتشتغل. ولقت شغل كمضيفة بسهولة جدا لأنها كانت متقنة للغات، كانت بتتكلم أسباني وإنجليزي وفرنساوي. أما بقى في 20 سبتمبر سنة 1911 حصلت على عقد عمل في سفينة RMS أولمبيك، وكانت أكبر سفينة وقتها. وبعد كام شهر من شغلها على السفينة اتعرضت السفينة لحادث، والحادث ده كان عبارة عن إنها اصطدمت بسفينة حربية بريطانية HMS هوك. الاصطدام ده ضر السفينة جدا، والكل كان معتقد إنها هتغرق لا محالة، بس طاقم السفينة كانوا بريعين جدا، نجحوا في إعادة توازن السفينة مرة تانية ورجعوا إلى الميناء بدون أي خسائر. بعد حادث السفينة بكام شهر اتنقلت فيوليت عشان تشتغل في سفينة تايتانيك. طبعا كلنا عارفين سفينة تايتانيك، أكتر سفينة تشيل ركاب وأكتر سفينة فيها رفاهية في الوقت ده. كان الدور الأول في السفينة في حمام سباحة وصالة رياضة وملعب سكواش وحمام تركي وغيره كتير من مظاهر الترف والرفاهية، وكانت مشهورة بأنها السفينة الغير قابلة للغرق. بس السفينة بعد ما قضت 4 أيام في رحلتها سنة 1912 اصطدمت بجبل جليد وغرقت، وحوالي 1500 راكب وكمان طاقم السفينة كله ماتوا. بس فيوليت نجت بحياتها وعرفت تركب قارب النجاة اللي بعد عن السفينة اللي بدأت تغرق بالفعل. وشافت السفينة وهي بتغرق وكانت مرعوبة، وكانت شايلة طفل رضيع على كتفها، سلمته لأمه أول لما وصلت. يا ترى فيوليت محظوظة فعلا ولا هي اللي منحوسة؟ والغريب انها فضلت مستمرة برضو في نفس الشغل، محاولتش تغير بعد ما تعرضت لحادثين غرق ورا بعض. ولما بدأت الحرب العالمية الأولى عام 1914 اشتغلت فيوليت على سفينة بريطانية اللي تم تجهيزها على إنها مستشفى بحري، والسفينة دي كانوا عاملين فيها تجهيزات كتير جدا عشان تقدر تتغلب على أي كتل جليدية في المحيط، وزودوها بقوارب نجاة إضافية. والسفينة دي اتعرضت لانفجار محدش عارف سببه، بس البعض اعتقدوا ان سبب الانفجار توربيد ألماني، والبعض الآخر قالوا ان سبب الانفجار لغم بحري، وكان في شهود قالوا ان في غواصة ألمانية لغمت المنطقة دي قبل كده، والانفجار ده خلى المية تدخل السفينة بسرعة جدا، فالسفينة فضلت 57 دقيقة بس وغرقت، وده تسبب في موت 30 شخص، وبرضه نجت فيوليت من الغرق. ايه الحكاية يا فيوليت؟ بس كانت مصابة ببعض الكدمات، وكانت بتشتكي دايما من صداع شديد في دماغها، والدكتور قال لها انها تعرضت لكسر في الجمجمة بسبب اصطدام رأسها في السفينة، واتعالجت وبقت كويسة ورجعت تاني تشتغل على سفينة في البحر. بس الحمد لله ما حصلش حادث رابع على اي سفينة تانية اشتغلت فيها، وبطلت شغل عام 1952. كان عمرها وقتها 72 سنة. انتوا في رأيكم فيوليت فعلا محظوظة ولا لا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير للقناة.